من بعد فترة علي معلول واحنا الباك الشمال ده عندنا في الطراوة خالص، ولا عرف يعوضه لا مؤاخذة يحيى عطية الله لما جبناه وقت إصابة معلول، ولا عرف يعوضه كريم الدبيس، ولا عرف يعوضه كوكا، ولا عرف يعوضه مصطفى العش، واخرهم محمد شكري اللي احنا بجد بنقول من اكبر قرارات خدتها الاداره غلط هو قرار رحيل علي معلول. اللي انا بقول لك لو هو لعب شوط واحد بس هيبقى قد اللي انا ذكرتهم دول كلهم، ودي مشكله هنواجهها جامده جدا. وانا بقول لك هو كان سنه 35 سنه، يعني لسه يدي سنتين ثلاثه تاني، لو هيديك حتى سنتين بس. كله خدها من حيث ايه؟ مشي ورا كولر، وكولر منه لله هو اللي خلص عليه. وزي ما الاداره كانت متاخره في رحيل كولر وصبرت عليه لغايه ما خرجنا من افريقيا واللي هو كان مشطب من قبليها، زي ما خدت قرار رحيل علي معلول. وده انا بقول لك من ضمن الاخطاء اللي احنا بنتحملها لغايه دلوقتي وهنشيل مشاربها. لان اي مدرب جديد بيجي يقول لك هات لي باك شمال، فاكر اللي هو يحط ايده في بوكس او في جراب هيطلع لك حاجه نفس كواليتي علي معلول. ودي اللي انا بقولها لك، مش عارف ليه حاسس ان ده ذنب علي معلول اللي احنا مشينا ورا كلام مدرب وجينا عليه. وانا بقولها لك اتفرج على معلول في الصفاقسي